السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسين سبورتس. فيديو اليوم سيكون بعنوان حكيم زياش شرط واحد للبقاء في غالاتاساراي. كشف تقرير صحفي تركي أن مستقبل النجم المغربي حكيم زياش مع نادي غالاتاساراي قد يكون قصير الأجل، حيث يميل اللاعب إلى الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة الصباح التركية أن استمرار زياش مع الفريق التركي مرتبط بشكل أساسي بالحصول على فرص اللعب بشكل منتظم، فرغم رغبته في أن يكون عنصرا أساسيا في تشكيلة فريق غالاتاساراي، إلا أن اللاعب قد يضطر لاتخاذ قرار الرحيل في يناير المقبل إذا لم يحصل على الدقائق التي يتطلع إليها تحت قيادة المدرب أوكان بوروك. وأشار التقرير إلى وجود بند مهم في عقد زياش ينص على تمديد إقامته مع الفريق لموسم إضافي بشرطين أساسيين. الشرط الأول هو مشاركته في 15 مباراة أساسية على الأقل، والثاني هو عدم تعرضه لإصابات طويلة الأمد تؤثر على مستواه. بذلك يبدو أن مستقبل حكيم زياش مع الفريق التركي غالاتاساراي مرتبط بشكل كبير بأدائه وفرص اللعب التي سيحصل عليها خلال الفترة المقبلة. فهل يتمكن اللاعب المغربي حكيم زياش من إقناع مدربه بوروك بمنحه الثقة اللازمة للاستمرار في الفريق، أم سيقرر البحث عن تحد جديد في مكان آخر؟ نتمنى كل التوفيق للاعب المغربي وللنخبة المغربية وللفريق الوطني بشكل عام في البطولات القادمة. شكرا لكم على المشاهدة والدعم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. شكرا.